السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونون بخير. أخيكم طارق جليل السعيدي. هذا طبعا أول فيديو لي صورة وصوت أتكلم بي. حبيت يعني أنشر منشورات متنوعة يعني بحساباتي على اليوتيوب، على التيك توك، على الانستغرام، ولو هي مو حسابات مشاهير على مود أنشر بيها، بس شو اسوي، حسابات متواضعة، بس أحب أنوع بالفيديوهات. هذا الفيديو راح يكون مطول جدا، اناقش بيه هواي مواضيع. حوالي كل 15 يوم راح ينزل فيديو. الفيديو راح اخصصه يعني موضوع مختص بعلم النفس وكتابات علم النفس، وراح اطلع على هواي مواضيع، والمواضيع ما راح اخليها مطولة، راح اخليها عبارة عن اسئلة واجوبة، او كل فترة يعني راح نستعرض موضوع نحكي بيه، او تصير مناقشة، او نفتح بث. مثلا سؤال منكم، سؤال مني، معلومات أنا جمعتها من خلال اطلاعي، من خلال قراءتي للكتب، من خلال مناقشات مع دكاترة باختصاص علم النفس، بخلال تجميع معلومات من برامج. يعني هاي المعلومات مو أكيد يعني اللي جمعتها أنا أو راح أستطرق لها تكون صحيحة 100%. لا، راح تكون نسبة الصحة مالتها من 75 إلى 80%. احتمال أنت الرأي راح تطرحه، أو المناقشة، أو الموضوع، أو السؤال، أو الجواب راح يكون أصح من جوابي، أو أصح من سؤالي، أو أصح من الفكرة اللي أحملها أنا. إن شاء الله وضحت الفكرة. اليوم راح أتكلم عن أول موضوع راح أتطرق له، اللي هو الحب والجنس والأنانية الغبية والذكية. بصورة عامة الجينات مالتنا تبحث عن البقاء. الجينات مالتنا تبحث عن البقاء. البقاء يقسم إلى نوعين، طريقين: البقاء الجسدي أو البقاء النفسي أو المعنوي. البقاء الجسدي تحاول تبقى عايش، ما تتمرض، تبقى بصحة جيدة وعافية جيدة. أما بالنسبة للبقاء النفسي أو المعنوي، تكون واثق بنفسك، آمن نفسيا، تحاول إن الناس كلها تحبك، ما حد يكرهك، ما حد يوجه الإساءة إلك. إحنا بصورة عامة الجينات مسؤولة بنسبة كبيرة جدا من تصرفاتنا. الجينات مسؤولة بنسبة كبيرة جدا من تصرفاتنا. عالمنا الداخلي، العالم الداخلي اللي بداخلنا، هو يحدد إدراكنا للعالم الخارجي، هو اللي يحدد إدراكنا للعالم الخارجي. كل شخص من عندنا احنا اليوم الموجودين بداخله بعقله شيء مختلف قليلا عن الحقائق اللي يصير قدامنا. بالنسبة للعالم الداخلي راح تتأثر به الجينات، راح تتأثر به الجينات. بيولوجيا المخ، خبرات الطفولة اللي نشأت ويانا وإحنا أطفال، ثقافة المجتمع اللي نشأت ويانا وإحنا أطفال، البيئة المحيطة بينا بصورة عامة، البيئة المحيطة بينا اللي نشأنا بيها وإحنا أطفال، كلها راح تتأثر بالعالم الداخلي مالتنا. وهذا راح من الصعوبة تقوم بتغييره، اللي هو راح يتحول إلى كلام: أنت إنسان فاشل، أنت إنسان ما راح تنجح، أنت إنسان مو طموح، أنت إنسان ما راح تتوفق بحياتك. وهو هذا العالم الداخلي يؤدي إلى الفشل. أما بالنسبة اللي انزرع بعقله وهو طفل، انه انت انسان ناجح، انه انت انسان محبوب، انت انسان طموح، انت انسان راح تتفوق بحياتك وتوصل للأعلى المراحل، هذا راح يكون آمن داخليا. اليوم احنا كنا نعيش قارن الديفايس، وهذا جزء لا يتجزأ من حياتنا، اللي هو الانحياز الفكري. كل احنا منحازين الى توقعاتنا، كل احنا منحازين الى توقعاتنا. الحياة تتحول الى نبوءة ذاتية التحقيق. تصورك عن العلاقة، تصورك عن الحب، هو اللي راح يخلي العلاقة تكمل وياك، وراح يخلي الحب يكمل وياك. اكو اعتراف مهم، اكو اعتراف مهم جدا: كل احنا كائنات تحكمنا الانانية. كل احنا كائنات تحكمنا الانانية، ويحكمنا حب البقاء. حب البقاء بالنسبة واضح، اللي هو يتم عن طريق العلاقة الجنسية بين الاثنين، وهذا يؤدي إلى الترابط. أما بالنسبة للأنانية، الأنانية الغبية والأنانية الذكية. الأنانية تقسم إلى نوعين: الأنانية الغبية والأنانية الذكية.
قبل لا ندخل لموضوع الكلمات، اكو كلمات يعني احنا بمنطقنا العام يعني نحسها سهلة، بس هي من ترجع لها صعبة جدا. مثلا منطوق الأنانية أو الأناني، يعني أنا أتحدى يعني أشخاص إلى درجة يعني نسبة من 80 إلى 90% ما حد يعرف منطوق كلمة الأنانية الصحيح. اكو يعني كلمات نتوقعها ونتلفظ بها دائما بالمجتمع وما نعرف شنو معانيها. مثلا كلمة المثقف، هسه من تنظر لها وانتم تسمعون المقطع الفيديو من قلت لكم كلمة المثقف، شنو ياهل ما يعرف كلمة المثقف. بس اتحدى يعني نسبة كبيرة من 75 إلى 80% انه يعرفون كلمة معنى المثقف بالصورة الصحيحة والمنطوق والتفسير الصحيح. أنا مرة من المرات صار اجتماع بال2021 قبل سنتين، وكان الاجتماع يعني أنا أعتقد كنت أصغر واحد بيهم موجود، والموجودين كلهم موظفين وكلهم حمل شهادات بكالوريوس ماجستير دكتوراه، وصار بيها المناقشة حلوة أسئلة وأجوبة. أنا سألت من زمان أحب هذا السؤال، سألت شنو معنى كلمة المثقف، يعني بحيث الحضور حوالي من 20 إلى 25 شخص، يعني جاوبوني حوالي 15 واحد، بقية سكتة، ما حد عرف شنو جواب كلمة معنى المثقف بالصورة الصحيحة. يعني وهاي مشكلة، يعني احنا نتلفظ بكلمات ونتجاوز بكلمات ونمدح بكلمات واحنا ما نعرف معانيها. المهم احنا ما نخرج عن الموضوع، وبالنسبة للمواضيع كلها ناخذها بصورة عامة، ما نتدقق او ندخل بعمق لهاي المواضيع. مثل ما قلنا الأنانية الغبية والأنانية الذكية. الأنانية الغبية اللي تحمل معها النرجسية وحب الذات المرضي اللي يسمونه داء العظمة، اللي انه تظن نفسك انت محور الكرة الارضية، تظن نفسك انه الكرة الارضية كلها واقفة عليك، انه تظن نفسك انت تحكم العالم، تظن انه انت مثلا انا اليوم اجمل شخص بالعالم، تظن انت اليوم اجمل امرأة بالعالم، تظن انه تحاكي اصدقائك او صديقاتك او كذا انه انت العالم كله واقف عليك محور الكرة الارضية. هذا يسمونه مرض خطير وداء خطير، قاعد يفتك بالمجتمع وقاعد يأثر على علاقات الزواج، على علاقات الحب، على علاقات الترابط، على علاقات هواي. بعض الأحيان من فئة المجتمع الذكور والإناث يعتقدونها ثقة بالنفس، يعتقدونها ثقة بالنفس، بس بالعكس هواي من الأشخاص يقول لك مكيف، يجيك يقول لك أنا مغرور، أني مثلا مغرورة، أو أني عندي ثقة بنفسي. الثقة بالنفس مو معناها انه الكرة الارضية واقفة عليك او العالم كله واقف عليك. الثقة بالنفس مو تقول انا مغرور او مغرورة، هذا مرض. وهذا المرض يعني خطير. يعني احنا من نقول الثقة بالنفس مثل ما قلت ما نعرف معانيها. هذا شنو سببه احساس دفين نشأ ويانا من خلال جيناتنا، تأثر بعالمنا الداخلي. نرجع بأول موضوع، تأثر بعالمنا الداخلي اللي هو إحساس دفين بالنقص. فشنو ليش نستعمل هذا الأسلوب؟ نغطيه بطبقة كاذبة. شنو نغطيه بطبقة كاذبة من الأوهام، بالإحساس بالعظمة، بالإحساس بالأهمية الزائدة، بالإحساس أنه أنت شخص واقف عليك العالم، أنه شخص أنت كامل، تحس نفسك أنت شخصية مؤثرة بنسبة 100% بالمجتمع، ومن ترجع لها هذا فراغ. الإنسان الواثق من نفسه ما يحتاج هاي الشغلات، ما يحتاج هذا الدرع اللي يحيط به نفسه. اللي عنده مشكلة مع التعامل مع الآخرين لازم يراجع نفسه، والصدق أول شغلة، الصدق مع نفسه والصدق مع ذاته والصدق مع ضميره، ولازم مراجعة آراء وأفكار الآخرين. مع الأخذ بعين الاعتبار كل إحنا أنانيين، مع الأخذ بعين الاعتبار كل إحنا أنانيين، نبحث عن مصلحتنا. اليوم ما جاي أتكلم عن مثاليات أو أجي أبيع مثاليات على مثلا أشخاص. أنا اليوم أتكلم على أساس ودوافع وسلوك الفرد البشري وحب البقاء.
اللي ناتج من جيناتنا الوراثية، ورغبتنا في البقاء، ورغبتنا في السعادة، ورغبتنا في الحب، ورغبتنا في تكوين عائلة وأطفال. النقطة اللي تسبب المشاكل بين الناس هي كيف تستعمل أنانيتك، وهاي النقطة يعني حساسة جدا. شلون راح تستعمل أنانيتك؟ إذا تريد نصيحة مني، أكثر شغلتين راح تفيدك وراح تساعدك هن شغلتين. أول شغلة أن تكون راضي عن نفسك، رضا تام. أن تتقبل نفسك كما هي. أن تراجع حساباتك ويا نفسك وتقعد ويا نفسك، وقبول النفس كما هي صفة مميزة. ولازم تنسى الماضي، تغفر للماضي وتغفر لوالديك وتمضي بطريقك. لازم تعرف الشغلة، وهاي الشغلة كنا نعرف بيها: الحياة غير عادلة وغير متوقعة الحدوث. متوقعة الحدوث، يعني هسه ما اريد نضرب امثلة، انا ما اريد اضرب امثلة او اتوسع بالموضوع على مود ما ياخذ مني وقت. واحيانا تكون ظالمة، وهذا الحياة غير عادلة واحيانا تكون ظالمة راح اجيها بالفيديو الجاي ان شاء الله، اتطرق لهذا الموضوع. وانت بالمناسبة لازم تمضي بطريقك، ولازم تشكل حياتك، ولازم تتحمل مسؤولياتك تحمل كامل، وعدم لوم الآخرين، وعدم انتظار المعجزات. أهم شغلة عدم انتظار المعجزات، وما ألوم فلان. اليوم ألوم فلان والله هذا اللي هو سبب لمشكلة وما قدرت أكمل مستقبلي، أو ما انتظر معجزة. مثلا عبد الهادي هسه قاعد يمي، لازم تليفونه وقاعد على اليوتيوب، وباكر عنده امتحان انجليزي سادس، ويقول يا رب نجحني. مثلا رب العالمين شلون يصنع له معجزة؟ اذا كنا انا فلان اليوم انتظر معجزة، عبد الهادي انتظر معجزة. يعني الحياة يعني واقع، احنا قاعدين نعيش بواقع، يعني مو بواقع المعجزات. يعني جميع واحد قاعد وقال اريد معجزة فلان، قاعد على اليوتيوب وهو يريد معجزة ينجح باكر بالانجليزي. احنا لازم نتصرف، لازم نغير، لازم نغير الآخرين، ولازم تغيير الآخرين. شلون يبدي؟ تبدي بتغيير نفسك أولا. أنا حتى أكو مقولة نشرتها قبل كم يوم: الإنسان إذا يريد يبدي يغير بشيء بمجتمع لازم يبدي بتغيير نفسه أول ما تراجع نفسك. وهاي نسميها الأنانية الذكية، اللي هي جزء من مصلحتك. تدور على مصلحتك وتدور على مصلحة المجتمع. أنت تريد تصلح اليوم تريد تصلح المجتمع، تريد تصلح الظروف. هاي الظروف انت تقول فلان ظرف وفلان ظرف، انت تقدر تصلحها، انت تقدر تغيرها، انت تقدر تصنع حياتك. قادر على كل شيء يعني. وتقوم بتغيير نفسك. وهاي تسمى الأنانية الذكية، انه تبقى تدور على مصلحتك وعلى مصلحة الآخرين، وتصنع حياتك وتصلح الظروف اللي انت بيها، وتشكل انه تشكل حياتك بنفسك وتصنع حياتك بنفسك. الاشخاص اللي عندهم قدرة على هاي الظروف واصلاح وتشكيل حياتهم هم اكثر الاشخاص سعادة بهاي الحياة، واكثر قدرة لتغيير الاخرين لمصلحتهم، وعندهم طاقة للعطاء، وعندهم طاقة للقدرات، وعندهم طاقة للتغيير اي شيء لمصلحتهم ولمصلحة المجتمع. نجي للناس اللي تنفعل بزيادة، والحساسة زيادة عن اللزوم. هذا ناتج من إحساس دفين بعدم الأمان، تدل على أنك عندك مشكلة بنفسك. إحساس دفين بعدم الأمان تدل على أن عندك مشكلة ويا نفسك. تكون أكثر المشاكل نفسيا، من أنه تنفعل بسرعة، وعندك حساسية مفرطة زيادة عن اللزوم. ويعني لازم تتعدل هذه الأمور، ولازم تتعدل هاي الفقرة. لازم تفهم منطوق أنانيتك الذكية من مصلحتك. ترعى الآخرين من مصلحتك.
تخلي الآخر سعيد من مصلحتك، تخلي اليوم الإنسان الناجح تخلي الإنسان ناجح من مصلحتك، تخلي الإنسان جيد هذا كله من مصلحتك. بالنسبة لفكرة العطاء المتبادل بين الاثنين، فكرة العطاء المتبادل بين الاثنين هي فكرة الحب الحقيقي، هي فكرة الحب الحقيقي. الاحترام المتبادل بين الاثنين، الاحترام المتبادل بين الاثنين هذه فكرة الحب الحقيقي. التفاهم بين الاثنين هو هذا الحب الحقيقي. المشاعر الجياشة والحب المثالي اللي نشوفه بالأفلام هذا لن يدوم طويلا. مثل ما يقولون احنا هذا سائد بمجتمعنا، لهفة البدايات، يعني معاناة تؤدي إلى الهلاك، إلى الفراق، اللي هي لهفة البدايات، يعني بمشاعر جياشة وحب مثالي ورغبة قوية في الاستمرار تؤدي إلى الهلاك. بينما منطوق الحب الحقيقي هو التفاهم بين الاثنين، الاحترام المتبادل بين الاثنين، راح أكيد العلاقة تنجح. هذا كل ما في الموضوع اللي هو الصراع على البقاء. وفي أمان الله وشكرا جزيلا.